صباح الخير، أو يمكن لسه ليل، ما فرقتش. المهم إنك هنا. في همسة حنين هنحكي عن الحاجات الصغيرة اللي بتخلينا نكمل. يلا نبدأ. في البداية أنا سعيدة جدا، فعلا حقيقي جوايا سعادة، لأن لقيت في مشاهدات، أو قصدي مستمعين. كمان جاني 8 اشتراكات، وأنا سعيدة جدا لأني أنا بحب رقم 8. فجايز دي تكون حاجة بسيطة، لكن هي أسعدتني جدا. ويمكن ده هيكون نقطة من النقط اللي هتكلم عليها في الحلقة بتاعت النهاردة، بس خليني أمشي بالترتيب، لأن طبعا أنا عندي مشكلة وطبعا لازم انتوا تعرفوها، لأني أنا حاسة إن احنا هنبقى عيلة، وانتوا هتبقوا أصدقائي، أصحابي، أهلي، فطبيعي ان انتوا تعرفوا عني شوية معلومات. انا عندي حاجة بيسموها ADHD، ولكن انا بشوف عندي سمات كتير من ال ADHD. لسه ما تشخصتش بشكل كامل، ولكن انا بنسبة 80% عندي الاضطراب ده. ودي الناس اللي عندها المشكلة دي هتفهمني طبعا. الاضطراب ده مش معناه ان انت بتقعد زي اللي بيبقى عند الاطفال، انك بتقعد تتنطط وتتحرك وكده. لا لا لا، بالعكس، انا انسانة هادية جدا ويبان عليا الهدوء، واكيد انتوا خدتوا بالكم من صوتي او من اسلوبي انه انا بتسم بالهدوء شوية او كتير. لكن الناس اللي عندها المشكلة دي بيكون عندهم فرط نشاط داخل الدماغ. هتكلم عن الموضوع ده باستفاضة أكتر في الفترة اللي جاية، بس صدقوني ده موضوع يعني مش حابة اني طبعا أكون سلبية، ولكن هو موضوع كبير جدا وليه أبعاد كتير جدا. وعشان نرجع للنقطة بتاعتي وما تشتتش كالعادة، لأني أنا بعاني من التشتت بطريقة كبيرة جدا 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 في حياتي. خلينا نتكلم في النقطة الأولى عن الموضوع بتاع النهاردة، وهو الرجوع للذات. يعني ايه الرجوع للذات؟ الرجوع للذات يعني أنا أحاول كل ما في وسعي إني أنا أكون أنا، مش الأنا اللي الناس عايزاها، ولا للمجتمع عايزها، ولا الأهل عايزاها. طيب، النقطة رقم 1 عشان أوصل للمرحلة دي هي إني لازم أفهم إن الهدوء بيبقى قوة. هنقول إزاي؟ أوقات كتير بنربط القوة بالكلام العالي أو بالرد أو بالظهور، لكن الحقيقة إن في نوع أهدى وأعمق من القوة، هو قوة السكون. الهدوء مش ضعف زي ما قلت قبل كده، هو ثقة. لما تكوني واثقة من نفسك مش محتاجة تثبتيها بالكلام. اللي عنده سلام داخلي بيختار الرد وقت ما يحب، ويختار السكوت وقت ما يحب، ويعرف إن الكلام مش هيضيف أي حاجة، ويبقى فاهم كويس قوي إمتى يتكلم وإمتى يسكت. الهدوء بيعلمك تسمعي، تحسي، تفهمي قبل ما تتصرفي. لما توصلي للمرحلة دي بيبقى عندك سلطة داخلية، وبتعرفي إزاي تتحكمي في مشاعرك. سلطة الوعي لازم تبقي عارفة كويس قوي إن هي مش بالصوت العالي ولا بالكلام الكتير. النقطة رقم 2 عشان توصلي لذاتك الحقيقية، لازم تبقي عارفة ودايما تقولي لنفسك إن في حاجة اسمها ضعف وفي حاجة اسمها حساسية. يعني إيه؟ ناس كتير جدا بتفهم إن الشخص الحساس أو الشخص الضعيف يعني بيشوفوا إن ده نوع من يعني في مشكلة. مش عايزة أضخم الموضوع قوي، بس خلينا نتكلم ببساطة شوية. مجتمعنا ساعات بيخلط بين الحساسية والضعف، وده ظلم كبير. الحساسية
الشخص اللي عنده حساسية أو الشخص الحساس مش ضعيف، دي بتبقى إنسانة قلبها بيحس كتير، قلبها بيحس بطريقة أسرع، بيشوف العمق اللي الناس مش بتشوفه، بيبص للحاجات بطريقة مختلفة شوية، بتحس بالجو قبل ما يتغير، بتحس بالكلمة وهي بتتقال وساعات قبل ما تتقال. وكمان بيبقى عنده نوع من يعني حاجة مش ملموسة كده بس هما بيحسوا بيها، الشخص الحساس بيحسها، ساعات مش بتتوصف بالكلام. الحساسية بتتحول لهدية، بتخليكي تعرف تحضن الناس بحب وصدق، بتحب جدا بعمق وصدق، بتفهم من غير كلمات، ممكن تبص الإنسان بس نظرة واحدة تفهم هو عايز ايه ومحتاج ايه من غير حتى ما يتكلم. الفكرة مش في انك تبطلي تحسي، الفكرة في انك تتعلمي تحمي احساسك من الاستنزاف. النقطة رقم 3، عشان توصلي لذاتك تبطلي تشرحي نفسك. في لحظة معينة هتكتشفي انك مش محتاجة تشرحي ليه عملتي كده ولا تبرري ليه اتغيرتي. اللي بيحبك بصدق هيفهمك حتى من غير ما تتكلمي. كل مرة بتحاولي تشرحي نفسك للي مش ناوي يفهمك بتستهلكي طاقتك في المكان الغلط. السلام الحقيقي بيبدأ لما تتصالحي مع فكرة ان مش لازم الكل يعجب بيكي، ولا لازم الكل يحبك، ولا حتى لازم الكل يفهمك. ساعتها بتعيشي كده فراشة بتعيشي بالراحة، بتعيشي في راحة حقيقية، لأنك مش بتدوري على القبول، ولا إنك بقيتي عايزة القبول من حد، ولا بقيتي عايزة تثبتي نفسك لحد. انتي بقيتي القبول نفسه، وهنا حطي تحتها 1000 خط. النقطة الرابعة، لازم تكوني فاهمة إن الانسحاب مش هروب. الانسحاب من علاقة أو من مكان أو من موقف مؤذي ده مش ضعف، ده منتهى الوعي. في فرق بين اللي بيهرب عشان خايف واللي بينسحب علشان بيحافظ على طاقته. في ناس بتستهلك سلامها كل يوم، في ناس بتستهلك سلامك كل يوم، وبتسمي حبها اهتمام، وهي في الحقيقة بتسحب منك نورك، بتسحب منك أغلى ما تملكي، وهي طاقتك، روحك. الانسحاب هو إعلان حب لنفسك. الانسحاب طبعا من العلاقة اللي بتكون فيها استنزاف لطاقتك. لما تختاري نفسك على حساب الفوضى ده بيبقى وعي حقيقي، إنك بتبقي عارفة إمتى تكملي وإمتى تمشي، من غير غضب، من غير تبرير، من غير عصبية، من غير زعيق، من غير صريخ. النقطة رقم 5، عشان تعرفي ذاتك وعشان تبقي متصالحة مع ذاتك لازم تبقي فاهمة إن الراحة مش كسل، أحيانا كتير بتكون شفاء. إحنا تربينا على فكرة إن اللي بيرتاح كسول، بس الحقيقة إن الراحة أحيانا هي أذكى قرار ممكن تاخديه. لما الجسم بيتعب النفس بتتعب، وخلي بالك لما النفس بتتعب مفيش إنجاز هيكمل. الراحة بتصلح اللي الدنيا بتبوظه، بترجعلك توازنك، بتخلي طاقتك ترجع أنظف وأوضح. الراحة مش توقف خالص، هي بتكون إعادة شحن. زي بالظبط كده تليفونك لما يهنج، لما تلاقيه بقى بطيء بتعملي ايه؟ حاجة طبيعية كده كلنا بنعملها، بنقوم عاملين له ريستارت، لازم يقف ويرجع يشتغل عشان يرجع تاني لكفاءته. وده بالظبط اللي بيحصل لما بنختار الراحة، دي بتكون جزء من الرحلة مش ضدها. لازم تسمحي لنفسك بالهدوء، نامي لك شوية، اتأملي زي ما قلت قبل كده 10 دقايق في 24 ساعة مش كارثة. اقفلي تليفونك، اقفلي النور، اقفلي بابك، اقفلي شباكك، 10 دقايق اسكتي شوية.
تأملي، اسمعي جسمك، لأن الشفاء بيحصل في السكون. بحبك قوي. لو الكلام ده لمسك أو خلاكي تفكري لحظة، خديها علامة صغيرة إنك على الطريق الصحيح. أنا حنين، ودي كانت همزة حنين، مساحة نرجع فيها لنفسنا بهدوء وصدق. لو حسيتي بالسلام أو بالنور ولو بسيط، سيبي بصمتك باشتراكك وتعليق بسيط يقول إنك سمعتيني للآخر. افتكري دايما، الهدوء مش ضعف، الهدوء هو أقوى حضور. مع السلامة.